السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قلبي اللبان الذكر. وادي خلينا مع بعض كده واحدة واحدة ونقول الماسك بتاع الهالات السوداء والتجاعيد والحبوب وحروق الشمس. لو في حروق شمس بتبقى هنا ساعات، يعني انا ببقى سائل على العربيه مثلا الشمس هنا على طول في الحته دي، ساعات بتسمر. اعمل الوصفه دي بتبيض والجلخ. الحبوب برضو، الحروق، اي حاجه. اللبان الذكر والنشا، بص يعني كل انتوا عارفينها، البنات عارفينها، مش هنضحك على بعض. انا بفكركم بس بيها. اول حاجه بجيب شويه لبان ذكر كده بمقدار معلقه، معلقه كبيره بس كفايه كده عشان ما تقعدش معاكي كتير في التلاجة. وبضربهم بطحنهم كده في اي حته، ادقهم بالهون بينعموا كده. وبعد كده اجيب حبه ميه صغيرين، يعني انا عندي دي كده اهي. تعالوا نشوف مع بعض عشان خاطر واحده واحده، وهوريكم لحد اخر الفيديو وانا بحطه على وشي ازاي. اهو ادي حبه الميه، حبه ميه صغيرين كده على قد شويه اللبان الذكر. انقص منهم شويه لان الميه كتير، انا عايزه الميه ما تبقاش كتير علشان يكفي حاجتي. وادي اللبان الذكر، المعلقه المطحونه اهي. هنعلي شويه عشان نخلص. ده كله بيدوب اهو، هيسيح معايا. انت هتشوفيه وانا معاكي على على اونلاين كده، زي ما بتقول اهو. على معلقه نشا. النشا ده معروف، النشا يا بنات فيه فيتامين الف والف ب والف 12 ماشي، وفيه جيم اهي. حبه كده صغيره، يعني معلقه صغيره. وبعمل كده اهي. بص معايا، بص اهي، بص عملت ازاي اهي. بطفي النار. انا لو فضلت اعمل كده كده اهي، اهي نعمت اهي، اهي نعمت معايا خالص اهي. خلاص، لان انا ضربت اللبان، ضربته بالهون او بالجرن او بايا كان يعني عشان انعمه. خليتها معايا اهي، عامله زي الكريمه اهي مع اللبان الذكر والنشا اهي. بستنى طبعا عليها نص ساعه تبرد، ما انا مش معقوله احطها دلوقتي على وشي. تبرد بس نص ساعه واستعملها. خلاص، بعد نص ساعه بستعملها بحط قد ايه؟ هي بمقدار معلقه واحده اهي. يعني المعلقه دي هي دي اللي انا هستعملها، احطها في وشي. هحطها ازاي؟ مثلا يعني مثلا كأن انا دلوقتي بحط الطريقه الدائريه دي اللي هو كده. لا، انا هعمل كده على ورا، لان لو عملت كده هنا بنزل دول كده، بنزل الخطين دول بينزلوا كده. لا، انا هعمل على ورا كده، على ورا كده، على ورا كده. بجيب طبعا سوري بقى، بجيب بقى كده اهو. هنا تحت العين هنا لا، ما احطش. القبه بتاعت العين دي برده ما احطش. هنا احط. خلي بالك ما يجيش عند الشعر علشان هيمسك في شعرك، اللي بين الذكر هيمسك، وما تيجي تغسليه هتبقى مشكله. خلاص حطيت، بسيبه قد ايه؟ هي ربع ساعه. ربع ساعه الماسك على الوش، ربع ساعه. وبعد الربع ساعه بغسله بايه؟ بميه فتره، مش ميه سخنه ولا ميه ساقعه، ميه فتره. انا هلبس النضاره عشان اشوفكم بس. طيب تستعملها قد ايه؟ انا هقول كل الاسئله اللي هي تطرح في اذهانكم وبرد عليها دلوقتي. تستعمليها قد ايه؟ هي مره واحده انا بعملها مره كل 10 ايام. ولا هتخلي تجاعيد ولا هتخلي تكسير هنا. انا ساعات بيبقى في تكسير هنا لما بعملها، كل ده بيتفرد كده، بيتفرد كده. هنا بقى، هنا الخدود دي بتبقى حمراء جدا بعد ما بعمل الوصفه دي وبخليها على وش ربع ساعه. الخدود دي بعد ما بغسلها بتبقى فعلا مورده وحمراء. هتقولي لي عشان انا بيضه، لا، والسمره كمان هتحس بالفرق، هتحس. احنا قلنا خلاص فوائد النشا فيها. وطبعا لبان الذكر ده يعني فوائده ما تتوصاش ومعروفه من غير ما انا اقول. لو يعني اي حد صغير يقول لك لبان الذكر ده معروف فوائده ايه. انا قلت كل الوصفه. لو اي سؤال ممكن تقوليه وانا هرد عليكي برضو في الكومنتات. وشكرا معاكم. انا طولت عليكم، معلش سامحوني. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا قلبي، يا روحي يا عمري برضو.